السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله تكون خير وسعادة على اصحاب برج القوس في كل العالم كله. اصحاب برج القوس النهاردة ان شاء الله هنشوف مع بعض بعض التوقعات. اتمنى ان هي تكون توقعات ايجابية وفي نفس الوقت تكون آه، خفيفة على قلبكم بأمر الله. قبل ما نبدأ أي شيء هنسمي الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. أصحاب برج القوس طبعا أنا بفكركم باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يحاول إن هو يشترك فيها. وبشكر أي حد بيدعم القناة، بشكره جدا جدا. برج القوس هتتخلص من شيء آه، بس بعدها هيكون في ندم. يعني انت هتتخلص من شيء، ممكن الشيء ده يكون شيء يعني معنوي او شخص في حياتك مثلا، بس هيكون بعدها ندم. عشان كده لازم تفكروا كويس جدا جدا، لازم التفكير يعني كويس في الامر علشان ما يكونش فيه ندم الفترة الجاية. بصوا، في دلوقتي في القراءة بتاعت دلوقتي اللي أنا شايفاه إن في آه، بعض من أصحاب برج القوس يعني عندهم طاقة سلبية حاجبة أو حاجزة الرزق والتقدم في أي شيء. يعني أنا شايفة في وجود طاقة سلبية، بس طبعا هي حاجزة عنكم شيء، حاجزة عنكم رزق، وفي نفس الوقت آه، تقدم يعني حياتك. في مبلغ كبير في مبلغ كبير جاي لك ان شاء الله بأمر الله. آه، انت ناوي على سفر، بس السفر ده يعني انا انصحك ان هو ما يكونش الايام دي. يعني مثلا نخليها لا إله إلا الله، ممكن يكون بعد 6 أو 7 أيام من شهر فبراير، شهر 2. ممكن بعد ما يعدي 5 أو 6 أيام من الشهر ممكن تسافر. نويت على شيء يا برج القوس، لكن محد يعرف بالشيء ده. انت نويت على شيء بس محدش يعرف بالشيء ده أبدا. هتتعب شوية يا برج القوس بس هتوصل. بلاش نبرة اليأس اللي في صوتك الأيام دي والفترة دي. في صوتك نبرة يأس كده، ويمكن انت بتبص في المراية بتاعتك وبتقول ان انت عندك إحباط، عندك يعني تعب نفسي. بلاش كل ده، لأن ده بيعمل لك هالات من الطاقات السلبية، ما بتعرفش ان انت تتصرف في حياتك أبدا. في حد في حد موقف حالكم في شيء، ممكن يكون قطعة أرض، ماشي.
بس الارض ديت تمنها يعني تمنها غالي جدا، يعني هتاخد منها فلوس كتير، بس للاسف في حد موقف حالك فيها، عامل لك وقف حال عليها، وانت لا انت عارف تبيعها ولا عارف تتصرف فيها. بصوا، في حد بيبعت لكم تخاطر، والتخاطر ده من أبراج هوائية وأبراج ترابية. في ناس بقى قاعدلك على الواحدة كده، انت عارفهم كويس جدا جدا، قاعدلك على الواحدة مش سايبينك في حالك خالص. بس الناس دي انت قاهرهم جدا، انت قاهرهم جدا. انت اتفقت اتفاق، ماشي، وعقدت النية عليه، لكن انت راجعت نفسك وعاوز ترجع في كلامك. انت عايز تلغي الاتفاق ده وعايز ترجع في كلامك. يعني انت اتفقت بس عايز تلغي الاتفاق وعايز ترجع في كلامك. نفسك تفارق مكانك يا برج القوس، نفسك تفارق مكانك، زهقت من المكان اللي انت فيه، حاسس بطاقة سلبية جامدة جامدة موقفة كل شيء. الشريك الجديد بقى اللي انت يمكن اتعرفت عليه او شفته بالصدفة او كده، منتظر رد منك، منتظر رد منك، بس انت في مرحلة تفكير جامدة، في مراقبة على حياتك يا برج القوس، في كل شيء، في حد بكده قاعد بيراقبك، بس الحد ده مش حد كويس، مش حد قريب منك، مش حد انت بتحبه، لا. نفسك في الماديات جدا جدا، نفسك يعني في ماديات معينة، مش انك يكون معاك مال وبس، لا. انت عندك طموحات كبيرة جدا، يعني عايز الماديات بتاعتك ديت تبقى منفتحة، ماديات منفتحة، يعني عندك استثمار هنا واستثمار هنا امور كتيرة جدا جدا جدا. ان شاء الله عندك الفترة اللي جاية ديت عندك فترة من النجاح جايالك بأمر الله، هتغير حياتك كلها. عندكم ألم في العظام يعني بين الأكتاف، وكمان في ارتفاع في الضغط شوية، ده برضو نتيجة تفكير وقلة نوم، عندكم قلة نوم، ما بتناموش خالص. في مبلغ غير متوقع جايلك في الطريق إن شاء الله. في حد روحاني هيكون موجود في حياتك وهيلزمك، و يعني مش هتتصرف اي تصرف غير لما تلجأ له، وهيغير حياتك فعلا، هيغير حياتك للأفضل 90 درجة. أصحاب برج القوس حبايبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وبحبكم جدا جدا.